ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معاكم باندا من برنامج جديد وهو عزبة بيرما. النهارده جايين نتكلم في مواضيع عادية جدا، موضوع عن الدنيا، لان الدنيا ساعات بنحسها زي حزبة بيرما، متلخبطة وداخلة في بعضها وما تعرفهاش اول من الاخر، وبننسى نقف ساعات ان احنا نبص على حياتنا هنا عبارة عن لوحة. فكرة ان احنا جايين نتكلم ونفضفض وندردش، مش جايين نتكلم في موضوع رسمي. ومعانا ضيفنا الجميل وهو محمود بركات، نرحب بيه طبعا. عامل ايه؟ الحمد لله بخير. كله تمام؟ الحمد لله. يا رب دايما بخير. النهارده جايين بقى نتكلم في شوية اسئلة كده عن الحياة وعن الدنيا، فاحنا محتاجينك الصراحة، ونشوف بقى ايه شوية الاسئلة دي هنترد عليها ازاي. تمام؟ اتكلم طيب. ان شاء الله. اولا عنوان السؤال ان الدنيا ما بتديش دروس ببلاش. فالسؤال هنا بقى بيقول لك ايه اكبر ألم او درس اخدته في حياتك او خدته من الحياة عامة وطلعت بيه؟ بسم الله. مبدئيا كده ان اكتر حاجه خدتها في حياتي او اكتر صدمه خدتها في حياتي ان محدش هيشيلك غير نفسك. انت لو ما شلتش نفسك محدش هيكون معاك للاخر. بمعنى انت طول ما انت صغير طبعا ابوك وامك شايلينك، خلصت كليه، خلصت جامعه، خلصت الدنيا، بدات تتعامل لوحدك. اكبر حاجه شفتها ان الحياه مش عادله، قاسيه. حاجات كتير كان نفسك تعملها واتقتلت، مش ما اتقتلت، بيتعافر عشان توصل لحته انت مش متخيل انت هتوصل لها. راضي باللي انت فيه، تحاول تخلي نفسك احسن، بس الدنيا معاندة معاك، الدنيا فوق. في نفس الوقت ما ينفعش تقف، تمام. ما ينفعش تستسلم، لازم تفضل واقف على رجلك. فكرة ان الاستسلام هنا عندك بتبقى عبارة عن ايه؟ ان انت تتخلى عن حاجه انت كان نفسك فيها او حلم ان نفسك توصل له مثلا، بحيث ان انت مثلا كون ان انا الكبير بتاع مثلا اخواتي، المفروض ان انا اكون ظهر ابويا مثلا او الكلام ده كله، ان ما حدش خلاص بقى ان انت تكون محتوي المكان بمعنى اصح. تمام. وفي نفس الوقت راجل مسؤول شايل الدنيا، طبعا ابويا مسافر مش موجود، فالدنيا كلها بتكون عليك. تمام. شايل نفسك، شايل ضغوطاتك، مشاكلك، حياتك، كل ده المفروض بتركنه عشان معاك حاجات تانية. تفكر ان انت هتكون نفسك ازاي، تعيش نفسك ازاي، الكارير بتاعك هيبقى عامل ازاي اصلا. ازاي عامة هي ازاي تشيل المسؤولية عامة؟ حتة ان انت مثلا بتفكر في المرحلة، خلاص انت خلصت كلية، خلصت جيش، فبتفكر ان انت عايز تتجوز. ده طبيعي لأي شاب. جميل. خلاص بتفكر ان انت عايز في نفس الوقت عايز تكون نفسك عشان تعيش في مستوى انت حابب تعيش فيه، مش تعيش في حتة او تعيش في ليميت من الليميت اللي انت عايشه. بس الفكرة ان انت بتحاول توصل لأقل ليميت، والموضوع الحياة مش مساعداك، ظروفك حواليك مش مساعداك، عايز توصل، عايز تبقى حاجة، وفي نفس الوقت الدنيا بسرعة، الدنيا بتجري. الشغلة كلها بتاعتك خدتها ما استفدتش بقى بحاجة، او كان ممكن تستفاد بس الطريق كان هيبقى طويل وكنت هتأخر جامد، فاضطريت ان انت تاخد طريق مش طريق، اللي هو طريق ايه؟ طريق مدرسة الحياة. فده بالنسبة ده بالنسبة طبعا ده ألم كبير. ده اكبر ألم انت خدته في حياتك. أكبر ألم. ان انت 16 سنة تعليم، انا حسبتها 6 سنين ابتدائي، صعب دي. 3 اعدادي، 3 ثانوي، طبعا يعني معاك كده 12 سنة و4 16 سنة تعليم. الله يرحمه. خلاص يعني كان نفسي ان انا اكمل بقى ماجستير وحاجات من دي، بس الظروف حكمت عليك في عز الدقيقة، في عز الزنقة. لا، انت هتسيب الحاجة اللي انت بتسعى لها طول حياتك اصلا وخلاص كده بتاخد طريق تاني بقى. طريق تاني اللي هو انت أيوة. بتدور تبقى هدفك اللي هو انا ازاي اجمع فلوس. حياة بقت مادية بحتة. يا لهوي. بس يعني كنا زمان بنقول ازاي نطلع ضابط شرطة، ازاي اطلع مش عارف الناس ايه. كلها كانت نفسها تبقى ظابط، كان نفسها ضابط دكتور يعالجوا ومهندس. ما كانش في حاجة تاني. جميل. طلعت بقى لقيت حكم الدنيا وربنا سبحانه وتعالى مقسم الارزاق، بس ده احسن من انك تشحت، احسن من انك تسرق، احسن من انك معلش في الكلمه شايفين شباب كتير عايشين على قفا اهاليهم او على قفا بنات. فالموضوع ده اللي هو لا بتمسك انت في حتت ايوه، بس انت شفت الكلام ده كله وانت عشت طبعا شفت الكلام ده كل حواليك.
وكان قدامك تعمل الكلام ده كله، بس انت مش مبدأك لا ومش طبعاً، تربيتك. لا. والحمد مش لله حلو. يعني مش شطاره مننا، بس هو توفيق من ربنا على الكلام ده كله. لا الحمد لله. بس فالفكره ان انت كان نفسك تكون حاجه كويسه جدا. دلوقتي الحمد لله الواحد راضي برضه بالحاجه اللي هو فوق، حاجه كويسه. طبعا. بس كان نفسه يكون احسن، والحياه ما ظبطتش معانا، ظروف الدنيا، ظروف المكان. خير ان شاء الله، متفائل خير. خير ان شاء الله. طبعا احنا اول سؤال خلصناه، بنخش في سؤال، وده سؤال يعني هنقول ان هو تقيل شويه. مقلب العشرينات، حته ان انت بقى كنت زمان وانت صغير انت اكبر بقى وبتاع مش عارف يا ايه، ريتني ما كبرت. ويا ريتك ما كبرت. ويا ريتنا ما كبرنا. والله العظيم. السؤال بيقول لنا ايه بقى يا معلم؟ ايه الفكره اللي كانت في دماغك زمان عن الحياه واكتشفت بعد ما كبرت انها كانت اكبر مقلب؟ وانا صغير قعدت سنين كتير قوي لحد مثلا لحد الثانويه العامه، نفسي اكبر، نفسي اخلص كليه، نفسي اعيش براحتي بقى، نفسي اعيش. انت حلو. فاهم سؤال قصدي؟ معلش انا اسف، فكره لما تخلص كليه عايز تخلص ليه؟ حاسس ان انا مضغوط دايما، حاسس ان انا مضغوط دايما بقى في موضوع دراسه، في موضوع الدراسه ده بالنسبه لي كان ضغطه جامده، عرفان بقى، زهقان، وبعدين مذاكره والكلام ده كان بالنسبه لي حاجه خانقه. كنت بخلص امتحان الثانويه العامه واروح العب بلاي ستيشن. ايه ده انت فاجر؟ لا ده انت جاحد. انت متخيل؟ اللي هو انا مش خلاص يعني. انا كنت متخيل حتى الكليه بدايه مرحله ان انا هفوق بقى. دخلت الكليه اول سنه صباح الفل، بتشيل مواد وحاجات تانية. ايه ده انا كنت من الاوائل. ده انا في السنه بفكر ان انا هاجي ارتاح في الكليه بقى وخلاص، ومش هذاكر. خلاص بقى مش هذاكر وهنجح عادي. لا. خدت لقيت في 4 مواد و5 مواد وخناقه جوه الدنيا في فتره الكليه دي كانت فتره تحول بالنسبه لي بصراحه. يعني انا قبل محمود، قبل الكليه حاجه، بعد الكليه حاجه، وهي دي نقله العشرينات بجد. حته ان انت خلاص بدات تكبر، حسيت انت كليتك ملهاش لازمه. مش ملهاش لازمه، كليه جميله وكلها كويسه. حسيت ان انت خلاص وعيت على الدنيا، وحسيت ان انت انا خلاص مش هشتغل. لو اشتغلت عاوز اعافر شويه فهتاخر. وغير كده بقى، بعيد عن انت تتاخر، انت اصلا داخل زي ما قلت لك بعديها خام. لا، شفت معنى كلمه الواد الخام؟ ايوه. يعني ما عملتش علاقات اصلا في حياتك. شفت انت مؤاخذة بيقول لك الفلاح رايح بتمر. بس هقول لك على حاجه، مش فاهم، انا مش مدرك. هل العلاقات اللي انت قصدك عليها، هل العلاقات تقصد علاقات يعني بنات والتعامل مع هذا الجنس، ولا عامه تعامل مع الاثنين؟ تفكر ان انت هتخش زيك زي اي شاب، ربنا يهدينا جميعا ويهدي الشاب ده يا رب. انا نفسي اخش العريس يا نجيب. شفت انت فاهم الفكره دي؟ يعني ايوه فاهم. فداخل خلاص بقى، انت كده داخل الدنيا بايظه، انت رايح بالطقم مش عارف، انت مش رايح مذاكر، انت مش رايح انت رايح شفت انت الكوميكس اللي كان بينزل يقول لك ايه؟ وانا بظبط الاوتفيت بتاعي عشان انا مش مذاكر حاجه، بس رايح عشان اكون شكلي كويس. شكلي كويس قوي بس شكلي. رايح اقعد مع الشله بقى اللي ما يعلم بقى ربنا، سواء كنا في بعض بقى، سواء كنا شباب او انت بتعامل خام، انت مش فاهم الدنيا حواليك ماشيه ازاي، بتعامل بعبط. بعد كده حصل معاك مواقف كتير دست عليك بقى، دست عليك جامد. ناس من اللي حواليك قريبين منك قعدوا ينصحوا فيك، شخصيه يعني بدون ذكر اسماء، كانت سبب في حاجات كتير بصراحه. ربنا يسهل ويصلح حالها. بس الفكره ان انت اتعلمت من الله يصلح حالها. لا ده موضوع تاني، ده موضوع تاني ده. لا خلاص، ده موضوع تاني. عدي بقى هنجيبه ده. عدي بقى. لا خلاص بقى، عدي الحته دي. كان مؤثر جدا في حاجات كتير معايا بصراحه. مش هقول بقى كانت مؤثره بصراحه في حاجات كتير معايا. لا قول عادي يعني، اتكلم عادي جدا. فكره ان انت يخش في حياتك حد يبقى مؤثر عليك عادي، بس ده هنجيله في موضوع تاني. خلينا دلوقتي في مقلب العشرينات. انا فاهمك تمام. بعد كده حصل زي ما قلت لك، حصل مواقف كتير. الحياه سريعه جدا، مطلوب منك حاجات كتير، لازم تبقى ناضج بعقليتك وتبقى افهم من كده. بني ادم تقيل، بني ادم بارد. اوقات في شخصيات كتير بتضطرك ان انت تبقى بني ادم بارد، يعني التعامل تلقائيا مع الواحد او كده، اللي هو بيقول لك اتقل، انت كده مش بني ادم تقيل، انت كده بني ادم ناقص. مع اخر الكليه بدا بقى النضوج، فعلا بقى ندم على مواقف كتير زمان، بس مش ندمان عشان ما كنتش بنفس النضوج ده. يعني انا لو كنت ناضج ما كنتش الموقف ده حصل، ما كنتش اتعلمت. ففعلا هو
بتتعلمش ببلاش او ما بتتعلمش سهل. دخلت بقى كبرت اللي هو انا ايه ده في ضغط، ده في مسؤوليه. كل ما بتكبر ايه ده، كل وانا ما قاعد صغير، المسؤولية وانا قاعد صغير كان نفسي اكون كبير. لا رجعوني تاني. رجعوني تاني. انا كنت بصحى 8 9 الصبح، دلوقتي بصحى 5 6. انتوا بتتكلموا في ايه؟ طبعا. وبعدين انت هنا كنت بتصحى عادي براحتك كده كده ما وراكش حاجه يا عم انت كنت لكن انت هنا بتصحى اجري اجري نص ساعه تاخير بنص يوم جزا انت. بنص يوم من حياتك اصلا عادي، نص يوم عادي. نص يوم ترمي وانت مكمل. تحاول تظبط نفسك، تحاول تكون نفسك. ضغط، مسؤوليات، جمعيات، حوارات، وش حكايات. ده معنى من الشيلات. ايوه كل ده مضطر ان انت تبقى واقف بقى، كون ان انت الكبير وان انت راجل. دي اصعب حاجتين ممكن. وحتى لو مش كبير على فكره مش لازم تبقى كبير. لا في بس ناس كل ان انت الكبير هي هتبقى اتقل. ليه؟ لان الكلام معاك هيقول لك ايه؟ انت الكبير. كله يقول لك انت الكبير، استحمل، انت الكبير. كم سواء كان في مشاكل، سواء كانت في مشاكل في البيت، مشاكل معاك في الشغل، مشاكل خصوصيه اصلا بينك وبين نفسك. انت كراجل لو اشتكيت مثلا او اتكلمت يا عم تسترجل مش عارف ايه الكلام ده كله، انت بتبقى محتاج حد. ده الوقت انت بتبقى محتاج حد فيه جنبك. عشان كده انت اول حاجه بتفكر فيها الجواز فعلا. ليه انت بتفكر ان انت يكون حد معاك؟ ان انت تكمل نص دينك يعني لو قلنا مثلا. ايوه انت محتاج حد خلاص يفهمك وتفهم. نعم طبعا مش هتبقى العلاقه المثاليه اللي في دماغك، بس هتهون كتير. هيفرق ان في شخص في حياتك. ليه؟ لان انت مضغوط من الدنيا بحالها كلها، فبتستنى تطلع الحته دي. هي دي الحته اللي المفروض مستنياك انت بقى. الحته دي متشاله منك بقى فتره العشرينات كمان. وصلت ل 25 سنه ولسه بقى الضغوطات بتزيد عليك ومش عايز ترجع. مش عايز ترجع للغلط اللي هو انت خلاص بقى. انت عايز تبدا صح بقى. خلاص بقى انا من كفايه اللي انا ضيعته، واللي هتحققه في السنه دي مش هتعرف تحققه السنه الجايه. واللي بتحققه في شهر في السنه دي السنه الجايه هتحققه في 3 4 شهور. فهمت كلامه فعلا وعرفت ان انت كل ما تاخر نفسك كل ما هتندم اكتر. بس عادي لو بدات خير هتوصل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. يلا بينا. طبعا السؤال الجاي ده وبيقول لك الوجع والوقوع. طيب حته ان ايه اول حاجه بتعملها او بتفكر فيها عشان تقدر تقف على رجلك من تاني وما تستسلمش، او بمعنى الاصح كده لما الدنيا بتقفل ضبه مفتاح الواحد بيجيب اخره، ايه اللي بيحصل عشان ما يجيبش اخره بقى؟ بص السؤال ده يكون في كلام كتير من ناحيه ان انت خبطت كتير قبل كده، زنقت في وشك كتير، تايه مش عارف تعمل ايه. جربت كل حاجه، جربت انت تفصل بكل طريقه، اسمع اغاني بتزود الهموم اكتر. طب اخرج مش عارف ايه، ما حلتش حاجه برضو، ما عملتش معاها حاجه. اقعد لوحدي. طب اجرب اشتكي لحد مثلا، ممكن تتكلم لحد. الاصعب بقى ان ممكن بعد كده يديك كلام مش كويس من ناحيه الحته دي، او بمعنى صح يسمعك بطريقه مش حلوه ويستهتر باللي انت بتتكلم فيه، او يستهتر يقول لك انت يا عم عادي ما كلنا كده يا عم. طب ما بكره قوي الكلمه يا دي. عم ما كلنا كده. ايوه بس كلنا كده. انا جالك في وقت يا عم اسمعني واسكت. صح. ودي بصراحه صاحبي الله يمسيه بالخير هو مسافر دلوقتي، اسمه محمود برضه، والغريب حبيبي اسمه برضه. واللي جمعنا شغل. هو تمام. كان شغال في حاجه وانا شغال في حاجه. مطعم وكان شغال جنبي. عرفنا بعض صدفه مش عارف ايه، اتكلمنا ضحكنا هزرنا بتاع طب كذا. بدايه العلاقه كان هو مسافر، ربنا كرمه مسافر في الامارات. بدأ الضغط، بدأ الدنيا تضيق معاه. عرفان كان محتاج حد يسمعه. انت مش كده مش هتزود ولا تقلل حاجه، محتاج حد يسمعه. فانا عشان كنت في اللي انا فيه ده ومش لاقي حد اصلا يسمعني او فانت كنت بتحاول تسمعه، فكنت بسمعه. فجات الموضوع ان احنا بقينا نتكلم مع بعض تقريبا يوميا. انا وهو نعرف بعض حاجات عن بعض، يعني اهالينا في البيت مش عارفين او مش ايوه ايوه. بدات زي ما قلت لك، بدا الموضوع من كده الكلام. هو ارتاح وانا ارتحت له. شخص جدع جدا، شخص نفس الموضوع برضو بالنسبه لي. خلاص الدنيا تمام. بس برضو بتلاقي عندك حته ناقصه. البني ادم فينا بيوصل لمرحله ان هو يبقى عندك جزء كده
مش عارف تطلعه لاي حد. وقت ما بتضيق بيك بجد بجد وتقفل في وشك مالكش غير ربنا بس. طبعا بس بجد مهما حد اتكلمته محدش هيحس بيك قد ربنا، محدش هيهونها عليك قد ربنا. ازاي؟ ما تسالنيش ازاي، ما فيش. هي فكرة الحاجه الوحيده اللي انا ممكن اقول لك عليها ان انت ممكن تقوم تتوضى وتصلي ركعتين بس. لما احس بضيقه اما تضيق بجد النبي عليه الصلاه والسلام كان ورد عنه ان هو ما كانت بتضيق بيه جامد اذا يعني اذا فزعهم فزع على الصلاه. تمام. الصحابه كانوا بيعملوا كده. في حتى كان في كوميكس ظريف كان انتشر الفتره الاخيره، كان بيقول لك كل ما تضيق بيك اديها ركعتين، محدش احن عليك من ربنا. في سيدنا سفيان الثوري برضه رضي الله عنه كان وقت الوفاه وكده كان سالوه يعني انت حاسس بايه او فكر في ان انت هتروح لايه بس. فكان رده قال لو كده امر حسابي لابي وامي او الى الله اخترت الله فانه احن عليا من ابي وامي. فعلا بجد حقيقه اوقات فعلا ابونا وامنا يساعدك ربنا سبحانه وتعالى. انت لو توبت استغفرت رجعت هتتحل. هو اصلا كان سترها معاك ومشاها معاك وانت وحش. تفتكر هل ان اي حد لما تضيق معاه يقوم ويتوضى ويصلي؟ لان في معظم الناس بقت واخده مثلا ان هي تسمع ميوزك مثلا. انت بتسمع اغاني بتزود على نفسك هموم، بتكتب يعني اصل كده احنا عارفين الاغاني حرام، انت بتعمل حاجه غلط، انت عايزها تتحل، انت بتعقده اكتر بعد. يعني من اسباب زياده المصايب والبلاء اصلا ان انت الذنوب، فانت محتاج تنظف نفسك. فانت لو تبت يعني انت لو تبت واستغفرت وصليت ركعتين خلاص الموضوع تشكي مش هيتحل بين يوم وليله. وما تعملش ان هو موضوع تجربه، لا انا بعمل كده عشان متاكد ان ربنا هيحلها لي. ازاي؟ انا واثق. ازاي؟ مش بتاعتي. صح. الاسباب يعني سيدنا موسى لما راح يعني قوم قالوا له انا مدركون، هو سيدنا موسى قال لهم كلا ان معي ربي ان معي ربي سيهدين. هو مش هو ما كانش عارف هيتحل ازاي، لحد ساله عمره ما هيقول لهم البحر هيتفتح، بس هو متاكد ان ربنا معاه وماشي صح. طبعا. فانت لو مشيت صح، مشيت على الصح بتاعنا، كلنا بنغلط كلنا بنقصر، بس الفكره ان انت تتوب وترجع وهتصلي ركعتين الموضوع هيتحل معاك ان شاء الله. بس ان شاء الله ان شاء الله. عايزين نصيحه تقدر تنصح بيها الشباب لما يحسوا مثلا بضيق او خنقه او مثلا اكتئاب. تفتكر ايه اكتر نصيحه ممكن تهم شاب مثلا او انسان عامه؟ من اكتر الحاجات اللي بتزعلني او بتضايقني لما اكلم واحد مثلا اقول له قوم صلي واقرا قران مثلا فيقول لي ماشي. هي ممكن تكون بتضايقني مش عشان هو مش راضي، عشان هو جاهل بالحته. بمعنى هو ممكن يلجأ لطرق كتير، يعني ممكن مثلا هو بيتكلم واحده يروح يلجأ لها يخرج معاها، يطلع طلع مع اصحابه، يسمع اغاني. طب انت اصلا سايب الحته الاساسيه اللي مين اصلا اللي في ايديه الامر بتاعك، او مين اللي ممكن يهون عليك الدنيا دي كلها، او مين ممكن يحل لك الاكتئاب والمشاكل اللي عندك؟ تمام. مش غير ربنا سبحانه وتعالى. بس درجه ايمانك بربنا، بمعنى ربنا الجبار، اسم الاسماء ربنا سبحانه وتعالى الجبار. تمام. وقدر ان هو اسم الجبار اللي هو يا جبار اجبرني، يعني اجبر بخاطري. فانت مثلا هو مش فاهم يعني ايه الكلام ده كله، مش فاهم دي. ف يعني انت الموضوع بيضايقك. طب ابدا معاه ازاي؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فانت اصلا اكتئابك ده بسبب مشكله دنيويه، هي مشكله عبيطه، مشكله كده هتخلص هتتحل. انما انت نسيت مهمتك الاساسيه اصلا. انت جاي الدنيا ليه؟ انت اسمك محمد احمد، انت مسلم يا ابني، انت مش الدنيا دي مش بتاعتك اصلا. فاللي انت عارف نفسك وعامل نفسك عليه اكتئاب، سواء وظيفه ما جاتش، مشكله حاصله، دين شويه مضايقك، مشاكل في اي حاجه، مشاكل في الشغل، مشاكل مع صاحبك، نصلي وندعي يا رب. شباب كده خلاص. في ناس توصل لانتحار. ايوه صح. الدنيا ضاقت بيه مثلا وانتحر. ده قله ايمان، ده قله عزيمه ربنا. طبعا قله ايمان. طب هل هو كده بعيد؟ هو بعيد عن ربنا. وايه اللي وصل كده؟ وصل كده قله وعيه بدينه. وان المشكله فعلا ان احنا يوم ربنا سبحانه وتعالى يسالنا هيقول لك
يعني اول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامه الصلاه. اول حاجه تحاسب عليها، تخيل الصلاه. كتير مننا يعني مش عايز اقول لك 90% من الشباب اصلا، يعني انا واحد من الناس، اللي سبب الاسباب اللي خدت السبب بتاع الصلاه الحديث ده. حديث ثاني النبي عليه الصلاه والسلام قال لك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. فانا اصلا جيت الدنيا علشان ايه؟ اجي اعبد ربنا وكذا. فالمكتئب ده انت محتاج تدخل له من الحته بتاعته اللي هو ايه؟ بص انا عارف ان انت اتضايق بيك، عارف ان انت كذا، بس اقول لك على حاجه، بس يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى في ايديه كل حاجه. ايوه إيه، حتى لو انت نفسك مثلا حد يديك فلوس او كذا، ربنا برضه هييسره لك، يبعته لك يعني. ان انت يعني مثلا انا محتاج فلوس من البنك مثلا، البنك ده مثلا مستنيه بكره هيصرف فلوس ولا لا، فانا هفضل احملني على بنك، يا بنك هات فلوس يا بنك. ايه ده؟ انا نسيت اصلا ربنا. بس المفروض يا رب اقرب فين ربنا؟ انت لو صليت ركعتين بس وعيطت ربنا وحكيت له، الموضوع بالنسبه لك الموضوع خلاص خلص، الموضوع خلصان. صح. اصل هو مين اللي في ايده الكلام ده كله؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعني يا رب انك تعلم اني اعلم انه لا يقدر عليها الا انت، فانا يا رب انا جاي لك بقى، الدنيا كل باب قفلت في وشي، ومن حكمه ربنا سبحانه وتعالى اللي قفل الباب في وشك ان هو لو فتح لك الخير ويسر لك الخير في لو حرام، ده مش خير، ده غضب من ربنا عليك. فانت كون ان انت مكتئب وان انت مقفل روحك ما خدتش الغذاء بتاعك، انت عمال تاكل وتشرب تسمع اغاني وتخرج وتتفسح، روحك الغذاء بتاعها اللي هو اصلا المفروض العباده تمام، او انك تاكلها الاكل بتاعها. ايه الاكل بتاعها؟ مش هقول لك يا عم احفظ بس اسمع القران، اسمع عن ربنا، اسمع عن الدين عشان تتسال عليه، والدين غالي. الصحابه يعني الصحابه اتقطعوا عشان يوصلوا للموضوع ده. لا مكتئب، لا انا كده دي اشاره من ربنا بدايه عليا، ربنا بيبتليك اصلا ارجع لي عشان ترجع له، عشان تصل، عشان يا رب خلاص هتتحل. صح. مهما كان معاك مشاكل، مهما كان معاك ضغوطات، ربنا اكبر من اي حاجه. لازم يكون عندك امل في ربنا كبير. انما كنت مكتئب، مهما كنت بعيد، الشيطان هيحاول ييأسك ويقول لك لا ده انت عمرك ما هتوصل، انت عمرك ما هتعمل. لا انت هتعرف وتعمل، هتعرف، بس انت حاول جرب، وما تحاولش مع ربنا بحته التجربه. لا انا رايح لربنا، عارف ان ربنا هو اللي في ايديه كل حاجه، او اللي هيقدر يعني يحلها لي، لان هو مين اللي هيحلها؟ ربنا. يعني نصيحة لأي شاب بصراحة، أي حد يرجع لربنا ونعم بالله، ونعم بالله إن شاء الله. ربنا يهدينا يا جماعة، نرجع لربنا يا جماعة، نرجع. طيب سؤال بقى كان يراودني منذ الطفولة، والسؤال ده الصراحة أنا منقله لك، يعني أنا منقيه جدا جدا جدا، وقلت هسأله لك ولازم أسأله. طبعا هو زي إن في ناس في حياتك هي كبسولة السعادة بتاعتك، تمام؟ فالسؤال هنا بقى، مين الشخص اللي وجوده في حياتك بيخلي الدنيا دي أسهل وأحلى بكتير؟ جيت على الجرح. مين بقى؟ لا هو مفيش ولا كان فيه بس كان فيه وخلص. كان فيه وخلص. اوبا. محبش اتكلم في النقطة دي بصراحة، بس طالما انت سألت، طبعا انت كده عندك صحابك، زمايلك معاك، تمام، حاجات من اكيد، بس انت كده تدور على حد طبطب عليك من الاخر. ماشي. فانا معروف طبطبة مش من راجل يعني. ف كان في حد الموضوع كان خلاص، كان شبه بيخلص. شبه بيخلص ايه؟ عشان في بيخلص بكل طرفين بيروحوا لا كان شبه بيخلص، كان خلاص انت هتبقوا خلاص رسمي، فاهم؟ اوكي تمام. ما حصلش بقى، حصل كام لقطة كده واخر الكلية مش عارف ايه، مشاكل كذا. مين اللي ساب؟ انا بصراحة سبت عشان حرام. حرام ايه؟ حرام في حاجتين، حرام ان انا اعلقها، وحرام اللي احنا بنعمله ان انا ما ارضاش ان انت تكلم اختي مثلا، او انت ما ترضاش ان انا اكلم اختك. مجمل الكلام بقى كان بالنسبه لها اللي هو انت بتخلع او مش اكيد. ما انت ممكن تكون كنت معشمه. مش معشمه. انت كده انت بتتكلم في كام سنه؟
بتتكلم لا ايوه ماشي، ما الفكره فجأة كلها كده إن هي ماشي، بتخلع عليه. فجأة كده ماشي، فانت رايح فين؟ انت بتعمل ايه؟ لا تعالى خد، مش هينفع تمشي، مش هينفع تمشي. بس بقى تقدر تقول كان صراع بين الهوا والدنيا، بمعنى ان انت حد كان معاك في كل حاجه اول باول، فجأة حلو التشبيه اللي انت بتسيبه. الهوا اللي انت عايزه، ايوه الحقيقه اللي انت لازم ترضى بيها، ان انت صح. ان انت في نصيب طول مكتوب لك، لازم ترضى بيه. في نفس الوقت انت سايب شخص انت كنت واخد معاه كل حاجه. الموضوع صعب في النسيان، فبجد ما انصحش اي حد يخش في علاقه، عشان اللعب في قلبك صعب، مش سهل خالص. وحته ان انت تخش فيها، حته ان انت تخش فيها بالنسبه لك هتبقى سهله وممتعه في الاول، والصدمه الاكبر ان 90% من الكلام ده ما بيكملش، ولو كمل ربنا ما يباركش فيه، لان غلط. لان طب معلش بس هسألك سؤال. بس الانسان، معلش انا اسف اقطع كلام، بس الواحد مبقاش شايف الكلام ده كله، هو عارف انه غلط، بس بيقول لك مراية الحب عمياء يعني قدامك. ما بالظبط، بس هقول لك كده، الناس كلها شايفه كل عيوبه، بس انت شايفها لا عادي، انا اقدر اعديها، هو يقدر يعديها. ليه؟ لان انت في حاجه انت لسه ما عملتوش في بيت، ما عملتوش في مكان، انت اخرك بتشوفه او هو بتشوفه هي، واحنا نضاف بمعنى اصح، بتشوفش اسوأ حالاتك، فبتضطر تعيش نفسك فوق طاقتك وتدي نفسك شخصيه مش حلوه، بعد كده بتتصدم بعد كده ان في شخصيه مش الشخصيه. سبته برضه عشان كان ما اتفقناش في حاجات كتير. طبعا زي ما قلت لك الموضوع كان حرام، فهو كان شبه مقتنع، او هي كانت شبه مقتنعه يعني ان الموضوع لا، مش كان الموضوع انت بتخلع او لا، هي شايفه حاجه معينه، هي شايفه حاجه معينه في نفس الوقت، لكن انت ممكن تكون شايفها من منظور تاني. ايوه انا شايفها ان انا خلاص عايز اتوب، عايز انضف من اللي انا فيه. طب اعمل ايه؟ طب الدنيا هتعمل، طب ماشي تمام. حد انت اصلا انت محتاج له اكتر ما هو محتاج لك. طبعا محتاج ليه؟ لان انت انا بقول لك الموضوع كان خلاص كان بيخلص. ايوه ده بس انت كده من مره واحده كده لا شكرا. ماشي بقى، ما هو انت بتقارن بين نفسك بين زي ما قلت لك الصراع بين الهوا والدنيا. انت ربنا قال لك ده غلط، اللي ده غلط مش هعمله وقتي. ما هو انت مش هينفع تقطعها طول ما انت سايب الباب موارب او سايب طب ما فكرتش ليه تكمل علاقتك؟ ما هو ما لقيت المبادئ مش زي بعضها، فهتتعب. بمعنى انت مثلا قربت من ربنا شويه، بقيت مدين، مش هقول لك يا عم مثلا مش انا مش شيخ، او هي مش عايزه نفس امكانيات ونفس دماغي، حاجات اساسيات ما ينفعش اكلمك فيها. مثلا انا الحمد لله ربنا كان ما بقتش اسمع اغاني، هي لسه بتسمع، فانت مش هينفع تصبر، انت عمال تنصح تتكلم، اللي مش حاولت تغيرها اللي مش نفس هتغير. التغير بتاعك. حاولت اغيرها كتير، للاسف وقعت وقعه بعدها اسوأ من وقعتها. دي كانت ودي كان ألم أكبر من الألم اللي قبل، لأن الأولاني كنت أنت سايبه عادي، بمعنى مش مشكلة عادي، اللي هو خلاص مش لازم حاجات كتير، كويسة جدا، مصلحة الله يسهلها حالها، بس الفكرة إن دخلت عكيت أنت نفسك في حوار تاني، والأسخن بقى كمان إنها مبقتش بتاعتك. وهنا بقى خدت الألم اللي بجد. حد بقى كان مش كان شبه يوصل لك، الموضوع كان جه منها، ده كان جه منها، ما بقتش بتاعتك. لا اللي كان جه منها في بداية الكلام، هعمل خلاص ماشي تمام، هنعمل كذا خلاص، مش هنتكلم، مش هنعمل حاضر هعمل كذا. غيرت لبسها، ما كانتش بتصلي بقت تصلي، غيرت في نفسها حاجات كتير، اتخطفت منك. مش اتخطفت بقى، هو مش نصيبك، هي كده مش نصيبك. ايوه عادي الحمد لله انا راضي، بس انت زي ما قلت لك نصيحتي ان انت ما تفتحش قلبك وتستنى لحد ما النصيب يجي لك. لو كترت شويه، لو دخلت ودوست مش هتعرف ترجع. موضوع النسيان موضوع صعب جدا وموضوع مؤلم في نفس الوقت، هو ربنا سبحانه وتعالى لك ان انت كده كده ليك نصيب. طيب محمود، طبعا احنا بنحاول ننهي الحلقه،
تمام. بس القعده معاك حلوه جدا الصراحه، حبيبي. وكلام برضو جميل، وبرضو شباب كتير تسمع برضو ان هي النصايح الجميلة اللي هي تقرب من الدين وتقرب من ربنا والكلام ده كله. الحمد لله. برضو بننهي بقى بسؤال كده حلو جدا في حاجة اسمها فلترة علاقات. تمام. والسيرة ايه بقى فلترة العلاقات؟ هي ان انت مثلا انت من بروفايلك او من شخصيتك اللي بيشتري دماغه ويصفي الناس اللي في حياته، ولا بتحب مثلا اللمة والزحمة حتى لو على الفاضي، زي ما تقول كده اللمة الكدابة بس. وفي نفس الوقت انت تحب تسيب سيرتك ايه مع الناس؟ هو عامة أي حد بتعامل معاه حتى لو أنت قلت لي عليه وحش أنا بركن كلامك على جنب بناء على اللي أنا عشته قبل كده. ما اسمعش كلام من حد عاملك بمعاملتي أنا كويسة. ميزة بصراحة إن أنا دي ميزة وعيب، إن أنا طيب وبعامل اللي قدامي على إنه زيي مثلا. ازاي مش هقول لك ان احسن واحد في الدنيا، بس انا بتعامل بطيبه وجدعانه وانا عشري جدا واجتماعي جدا. مش موضوع بقى لما كداب، لا، موضوع ان انا اجتماعي بحب اعمل علاقات مع ده وعلاقات مع ده وصاحب ده واهزر واضحك. يعني في بيقول لك ايه، معرفه الناس كنوز. طبعا انت بتعرف الناس عشان انا احتاج النهارده تحتاجني بكره، يا عم صاحبي عادي كده. كلنا مصالح في حياة بعض. ايوه مش فكرة كمان مصالح اكتر ما هي ان احنا مع بعض بنساعد بعض. احنا مخلوقين صح. احنا بني ادمين عشان نساعد بعض، كلنا من طينة واحدة والكلام ده كله. في ناس، في نوع بقى من الناس انا ممكن اوصلك ان انت تتقفل منه. وانا مش من النوع اللي بتقفل منه من مره بجد. يعني ممكن اتقفل منك بعد المره ال20 اللي هو خلاص بقى انا جبت اخري. انا بفضل اديك محاوله واثنين وثلاثه تبس لاخرك 70 عذر يعني من الاخر. ايوه النبي عليه الصلاه والسلام كده. عليه الصلاه والسلام. بالذات لو انا اكل عيش وملح معاك بزعل جدا على فكره. مش هقول لك بقى لا، يعني في ناس تقول لك لا يا عم ابداعي وبتاع. طب العيش والملح، هل انت لو انت جيت مثلا زعلت من حد بتروح تكلمه وتقول له انا زعلان منك، ولا بتاخد جنب وبتعرفه بالطريقه دي؟ اكيد طبعا. ده انا بحاول، يعني مثلا خد بالك انا من النوع اللي بلاحظ الموضوع ده فبحاول اعاتبه فيه او احاول المح له. بعد كده بكلمه فيه مره واثنين وثلاثه. تحس ان انت مفيش ده، يعني مفيش هدف من الكلام او مفيش نتيجه من كلامك اللي انت بتقوله. انا كده بدات اقل من نفسي. العلاقه دي بقت بالنسبه لي مؤذيه نفسيا. ايوه الواحد مش ناقص اذى نفسي. فالمشكله بوصل مشكلتي ان انا بفضل عافر معاك للاخر، بفضل اتعامل معاك بحسن نيه وطيبه للاخر. بس فيا عيب. في عيب وحش. القلب طيب بس اما بكره، مش اما بكره لما بتقفل من شخص هتجاهلك كاني مش شايفك. تمام. مش من النوع بقى اللي هو بيعمل بلوك بقى ومش عارف ايه والاقسام والدنيا والناس والصاحب عرفت مش عارف ايه. مش الكلام ده. انا مش شايفك بجد خلاص. حتى لو بعت لي رساله عادي هقرا الرساله هرد عليك. لا ممكن لا هرد عليك عادي واتكلم معاك ازيك عامل الحمد لله كله تمام، بس هوقفك عند حته اللي انت مش هترجع تاني معايا. ايوه فهمت. فاهم؟ هفهمك بالطريقه ان انا بتبرد عليك وبتكلم عليك بمعنى صح. خلاص أيوة بقى انت كده حتى لو طلبت حاجه لا انا مش معاك. في ناس كتير وصلتني للمرحله دي ومش كتير، بس في ناس زعلوني كتير او عادي. يعني كنا بنشوف حوارات من صحابنا بنفوت لبعض حكم الصحبه، انما في مواقف بتحصل لك كتير بتضايقك. زي ما قلت لك حته تقفل من الشخص دي ما بتجيش من مره واحده، بس حته التجاهل بوصل لها لما اكون خلاص فاضل بيا بقى متاكد بجد ان انت شخص نادي، او ان انت شخص مش جدع، انت عرفت ما تمرش فيك مثلا، او ان انا عملت معاك كل ده وانت تعمل معايا كده، او تقول عليا كده في ظهري، او اتفاجئ منك بردة فعل مش هتخلق منك. هعاملك ساعتها معامله اسوأ من اني يعني اتخانق معاك او اجي اوجه لك كلام احس ان انا مش شايفك اصلا، احس ان مفيش حاجه. تيجي تكلمني انا تمام، خليك تكلم نفسك عادي بقى. خلاص انا حجمتك، انت مش فارق بالنسبه لي اصلا. كذا وهرد عليك متاخر، يعني مش خلاص بقى. يعني انت بعت لي النهارده يومين ثلاثه على الموضوع الحمد لله معلش انا مش فاضي، لحد ما انت تلاحظها. ايوه صح. مش هاجي اقول لك انت مزعلني كده عشان خلاص انا ما وصلتش لمرحله غير لما قفلت منها. بتسحب نفسك بس عشان مش ناقصه ببساطه. تيجي بقى بعد كده السيره بقى، حته السيره دي حابب تسيب سيرتك ايه في هو البني ادم فعلا سيره. يعني مثلا في ناس، في شخصيات ماتت لها سنين. تبدا مثلا من اول سيدنا ادم لحد احدث ناس بتموت، سواء كان فنانين مصريين او
مشايخ او ناس كبيره او علماء زي احمد زويل الله يرحمه ويسامحه. فانت بتسيب لنفسك سيره، السيره اللي بتسيبها دي هي اللي انت عملته في حياتك. فسيرتك دي اصلا اللي انت بتعمله، وانت بتختار معامله الناس ليك او بتختار طريقه كلام الناس عنك، بمعنى ان هو انا عملت ايه في حياتي مثلا مع يوسف، مع محمود، مع كذا. ف انا عايز ابقى ايه. في بني ادم شايف، مش شايف غير نفسه بس. ايوه. البني ادم ده مثلا يكون مكروه، فراحت من الناس الحمد لله بسعى في الخير مع الناس كلها. عمري ما حد طلبني في حاجه، حتى لو زي ما قلت لك حتى حد وحش انا بعمل معاك عشان انا ربنا يبعت لي حد يقف معايا. ايوه. مش عشان انا محتاج لك. ان احنا زي ما قلت لك احنا ترس واحنا كلنا بنساعد بعض. صح. انا هساعدك عشان انا ربنا هيبعت لي حد يساعدني في حاجه تانية. طبعا زي ما تقول كمان انتوا زي كده. فحته انت تسيب السيره دي هتموت حاجه من الاثنين، واحنا شفناها بعينينا. يا الله يرحمه ويسامحه، ناس تعيط وتزعل عليه، يا واحد تاني خلاص ما صدقنا انه مات وخلصنا منه. ده كان كذا. ده كان ابن الذين فتلاقي واحد في نص كده بيقول لك يا عم ده اذكروا محاسن موتكم، تلاقي واحد رد عليه تاني يقول لا يا عم ده كان بيعمل ويسوي. خلاص بقى ما مات بسيره. ايوه. فانت سيرتك تعامل مع الناس حلو، كله طيبه. قدامك فرصه شغل، قدامك اي حاجه، ساعد الناس حواليك، ساعد الناس ربنا هيساعدك. صح. محدش ياخد من رزقك. صح. سيرتك اللي باقيه لك، خليك بني ادم كويس، بني ادم نظيف. تمام. ربنا هيكرمك، هتوصل. محدش بياخد رزق حد، بس تخلص الكلام وان انت تكون من جواك ناوي ان هي خير. يا اخي مش عايز تأذي حد. الموضوع بالنسبه لك لا يا عم انا الدنيا دي كده كده هتفضل يعني خلاص. عايشين كام سنه؟ 20 30 40 50 سنه وهنموت. هو الاعمار بيد الله يا مان. مش مستاهله ان احنا نعمل نداء على بعض ونعمل الكلام ده كله. بس في ناس بتضطر ان انت تعملها وحش. انت بتعمل باصلك، بتعمل بحلو، وطبعا انت بتعمل كده عشان ربنا، مش عشان الناس تقول عليه حلو. بالظبط. يعني انا كمحمود بعمل معاك حلو عشان انا تربيتي كده. ابويا وامي ربوني في بيتي ان انا ما اعملش حد وحش، ما اقلش مع لقيت حد في دي اقف معاه، ما اكلش حاجه حرام، ما اعملش كذا، ما اعملش كذا. الحمد لله. غير ان انت طبعا التربيه بتفرق. غير ان التربيه بتفرق، بس جزء من التربيه من البيت. الجزء الاكبر حياتك اللي عملها في الشارع بعد كده، ان اهلك مش معاك خلاص. صح. اهلك مش موجودين اصلا. صح. انت خلاص بقى. انت شفنا ناس نشأوا كويسين مع اهلهم، واول لما طلعوا طبعا راح في داهيه، واخلاقه بقت زي الزفت طبعا، وسيرته بقت معلم بالله ربنا. فانت بتشوف نفسك في الاخر اللي هو في اخر الكل ده ايه؟ يا جنه يا نار. على خير. بس انت بتعمل كده لله ونعم بالله. سيرتك كويسه سيرتك كويسه وربنا يصلح حالك. سيرتك كويسه. على خير حبيبي. انا شرفت بيك. تسلم حبيبي، الله يبارك فيك. بجد حلقه جميله. ان شاء الله بقى نشوفكم في حلقه تانية. ونورتني. نورتنا حبيبي. ما تحرمش.